عندك شكشكه، عندك تنميل، عندك حرقان في الاطراف، عندك ضعف ابصار، عندك ضعف جنسي، عندك ضعف ذاكره، كل دون سببه مرض السكر. طب بيعمل ليه كده؟ لانه بيعمل تصلب في الشرايين. تصلب شرايين يعني ايه؟ يعني الدوره الدمويه اللي واصله لكل الاعضاء بتاعت جسمك بقت ضعيفه. الشريان نفسه بدل ما بقى خرطوم مرن بقى خرطوم ناشف، مش قادر يوصل الدوره الدمويه. طب ايه اللي بيحصل؟ تعال اقول لك، الخليه مش واصل لها دم كويس، مش واصل لها اكسجين كويس. ايه اللي هيحصل مع الاكسجين النشط؟ هقول لك، هندي الاكسجين النشط ده عباره عن 3 ذرات هينفصلوا، هيبقوا 2 لوحدهم، دول الاكسجين الهائل اللي هيخلي خليه تتنفس، وهيبتدي الاو اللي هي ذره الفائقه النشاط اللي هتكسح كل الدهون. تصلب الشرايين اللي كان الشريان مش قادر هيبتدي يدي ويضخ الدوره الدمويه لكل اعضاء الجسم. البنكرياس هيقوم بوظيفته كويس، كل الخلايا تقوم بوظيفتها كويس. تصلب الشرايين اللي كان موجود في الشعيرات الدمويه المغذيه للمخ كل ده هيروح. الضعف الجنسي، جلسات الاكسجين النشط هتعالج لك كل ده بجلسات بسيطه غير مكلفه سهله، وكل دون بجلسات بدون اعراض جانبيه.